السلام عليكم. بعيدا عن دوري الأبطال والدوريات الأوروبية إلى أخبار محترفين، حيث سيلعب قائد المنتخب الجزائري رياض محرز نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة ضد كواساكي الياباني. رياض يقدم مستويات رائعة رفقة ناديه الحالي أهلي جدة. القائد كان له الفضل الكبير في التأهل الأهلي للنهائي بفوزهم على الهلال السعودي في نصف النهائي، كما أنه نال أحسن تقييم في المباراة. في ألمانيا وقع الشاب صاحب 19 سنة إبراهيم مازا عقد قيمته 12 مليون يورو مع ليفركوزن لغاية 2030. انتقال إبراهيم مازا لليفركوزن سيكون مثالي، فبيئة النادي وعقلية المدرب تشابي ألونسو ستساهم بالتأكيد في تطور موهبة الشاب إبراهيم، وخاصة أن النادي سيلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، فالفرصة ستكون سانحة للجزائري في إثبات قدراته. إلى الدول الآخر، محمد أمين عمورة لاعب نادي فولسبورغ، حيث ظهرت أخبار عن وقوع شجار بين اللاعب الجزائري وأحد زملائه في الفريق، مما قد يؤدي بالإدارة لتوقيع عقوبات صارمة على اللاعب. فبالتوفيق لجميع المحترفين في المنتخب الوطني، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد.